بنت الكوميسير ما دارت لا بيديها ولا برجليها، مشات ضحية انتقام. قصة اليوم غادي تدينا لمدينة الدار البيضاء، فين كاينه واحد العائلة اللي كتكون من 5 ديال الافراد. كاين الاب والام وعندهم 2 ديال الوليدات وبنت وحده اللي سميتها سناء، وفي العمر ديالها 22 سنة. الام ديالها ربات بيت، والاب الخدمة ديالو كوميسير، كان الاسم ديالو سي محمد. سي محمد كاع الناس كيشكروه وكل شي كيقول عليه الله يعمرها دار، وكيشهدوا بحسن الاخلاق ديالو وحتى التربيه ديال ولادو، مربيهم واحد التربيه حسنه. الولاد من بعد ما كملوا القرايه ديالهم غادي يتوظفوا وكل واحد غادي يسكن في مدينه. بقات معاهم غير سناء، هي اللي عايشه معاهم، وحيت سناء كانت هي الصغيره كانت عزيزه عليهم بزاف ومعمره عليهم الدار، كانوا متعلقين بها لواحد الدرجه كبيره. سناء كانت مقابله على القرايه ديالها من الدار للجامعه ومن الجامعه للدار. مشات الايام وجات الايام وعيجي النهار في الاب ديال سناء عيش التقاعد ديالو، وهنا قال مع راسو صافي دابا جا الوقت اللي غادي نرتاح فيه من التماره والضغط ديال الخدمه. ولكن ما كانش مسكين كيظن هادشي اللي غادي يوقع عليه مع بنته. وفي هذاك الشهر اللي شد فيه التقاعد، سناء في الصباح غادا تمشي للقرايه ديالها بحال دائما، ولكن ما غاديش تعاود ترجع للدار. والديها في الاول قالوا ربما تكون مشات لعند شي صاحبتها اولا تكون مشات للمكتبه تجيب شي كتاب، ولكن سناء تعطلات بزاف. عياو ما يتصلوا بها بالتليفون ولكن كيلقاوه مطفي، قالوا ربما يكون خاوي ليها من الشارج. بقاو كيتسناو، وصلت العشرة، وصلت ل11، وصلت ل12، وهنا الاب ديالها بدا كيتشوش عليها وتخلع عليها، وخصوصا ما عمرها دارتها. هنا الاب قال صافي بنتي وقع عليها شي حاجه، غادي يركب على الطوموبيله ديالو وغادي يخرج يقلب عليها. اول حاجه غادي يديرها مشى نيشان يسول البنات اللي كيعرفهم، الصديقات ديالها 3 ديال البنات غيقولوا ليه حنايا اليوم ما تلاقيناش معاها. والبنت الرابعه قالت ليه اليوم سناء راها ما جاتش للجامعه، حيت هي اللي كانت مصاحبه معاها بزاف وقريبه منها. الاب مسكين غير سمع هاد الهضره هادي القلب ديالو تزير، وحس برا بنتو عندها شي حاجه. كيفاش البنت خرجت مع الصباح وما مشاش تقرا؟ فين مشات؟ كيدور بالطوموبيل ديالو كيقلب بحال شي حمق وكيتسنى باش يطلع النهار، حيت عارف الاجراءات حتى دوز 24 ساعه على الاختفاء عاد يقدر يمشي يبلغ عليها. كانوا بزاف ديال الافكار كيدوروا ليه في الراس ديالو، وكان مخلوع بزاف لواحد الدرجه اللي كبيره، وفي نفس الوقت كيتمنى غير يلقاها وتكون بخير وعلى خير. غير طلع النهار غادي يمشي لاقرب كوميساريه باش يدير محضر ديال الاختفاء، غادي يعاود ليهم كل شيء من الساعه اللي خرجت فيها بنته حتى الساعه اللي مشى لعندهم. غيعطيهم جميع المعلومات على بنته والتصاور ديالها. رجال الشرطه ديك الساعات علموا جميع المراكز الامنيه وحتى المستشفيات، حيت فكروا ممكن تكون لا قدر الله تعرضت لشي حادث سير ولا تعتقلت على شي مشكل. ولكن للاسف واخا البوليس بحثوا في هاد الاماكن كاملين تاكدوا باللي الاثار ديال سناء ما كاينش نهائيا، تقول الارض شقات وبلعتها. المهم رجال الشرطه بداو كيبحثوا عليها من جهه وعائلتها من جهه، مشاو سولوا جميع العائله ديالها لا من القريب ولا من البعيد، وللاسف حتى هما كيأكدوا باللي ما عندهم حتى شي خبر عليها وما اتصلتش بهم نهائيا. والديها مساكن وخوتها تلفوا ما عرفوا هنا الطريق غادي يشدوا، من كيطلع النهار وكل واحد كيقلب في قنت. بالخصوص ما عمرها غابت على الدار، وحتى الا كانت غتمشي لشي بلاصه ضروري ما كتعلمهم وكتقولها ليهم، وما عمرها باتت خارج الدار ديالهم. المهم البوليس بقاو كيقلبوا على سناء المده ديال 20 يوم، ولكن ما كاينش الاثار ديالها. بقى الوضع كما هو حتى دازت شهر و10 ايام على الاختفاء ديالها، حتى لواحد الصباح البوليس غادي يتوصلوا ببلاغ من عند واحد السيد اللي كيقول بانه صياد كيصيد في البحر، غيعلمهم
باللي كاينه واحد الجثه في البحر. البوليس غير سمعوا هذا البلاغ هذا غادي ينتقلوا على وجه السرعه مرفوقين بكاع الاجهزه الامنيه لعين المكان. فعلا منين وصلوا غادي يلقاو كاع الصيادة مجموعين حدا البحر. ديك الساعة الضابط بدا كيفرق في ديك التجمع ديال الناس باش تقدر تدخل الوقاية المدنية وتخرج الجثة. والشرطة في نفس الوقت بدات كتسول في هذاك اللي اتصل بيهم، قال لهم انا كل صباح كنجي نصيد هنا، وانا يلا غنرمي الصنارة حتى تتبان ليا ديك الجثة كتلعب فوق الماء. وكاع الناس اللي تجمعوا حدايا وشافوا داك المنظر بقينا كنقولوا ربما يكون الضحيه من الحراقه، يعني بحال والو تكون غرقات بهم الفلوكه وقدر الله هاد السيد يتوفى. هادشي اللي فكرنا فيه. البوليس من بعد ما سمعوا الاقوال ديالو غياخذوا كاع المعلومات الشخصيه ديالو. المهم الوقايه المدنيه من بعد ما خرجوا الجثه، هنا كانوا الشرطه العلميه بداو كيديروا في المعاينه ديالهم، واللي تصدموا من الحاله اللي كانت فيها الضحيه واللي كانت واصله لواحد الدرجه كبيره من التحلل. في اطار المعاينه لاحظوا الشرطه العلميه باللي الضحيه بنت ماشي ولد، وهذا الشيء تاكدوا منه من خلال الكسوه اللي كانت لابسه، وحتى واحد شويه ديال الشعر اللي كان مازال لاصق ليها في الجمجمه ديالها. ولكن اللي خلى البوليس يدخلهم الشك باللي هاد القضيه تقدر تكون من موراها شي شبهه جنائيه. اول حاجه هي من لقاو الضحيه مربوطه بحبل من رجليها، وثاني حاجه لاحظوا باللي كاينين شي جرحات صغار وشي كدمات في البلايص اللي كانوا باقيين فيهم شويه ديال اللحم. هنا علامات استفهام اللي كانت كدور البوليس في راسهم، واش دوك الجرحات ودوك الكدمات غيكون الجاني اولا الجنات هما اللي تسبوا فيها، يعني يكونوا عرضوا الضحيه للتعذيب قبل ما ينفذوا فيها الجريمه، ولا الضحيه فاش بقات الجثه ديالها مده طويله تحت الماء تكون تصدمات مثلا مع شي صخره اولا شي حجره. المهم الطب الشرعي هو اللي غادي ياكد او ينفي هذه الاحتمالات. ولكن في نفس الوقت البوليس كانوا شاكين بنسبه كبيره باللي ممكن يكون شي حد هو اللي تعمد يربط ليها رجليها ويرميها في البحر باش الجثه ديالها ما تطلعش فوق الماء، وهكا يخفي كاع معالم الجريمه والجثه اللي غادي تجيب ليه الشبهات حتى هي يغبر ليها الاثار. البوليس في الاخر غادي يلاحظوا في الرجل ديال الضحيه واحد الجرحه اللي كان مازال فيها الغراز. المهم الشرطه العلميه منين كملت الخدمه ديالها خداو للجثه مجموعه من الصور الاحترازيه ومباشره تنقلت لمستودع الاموات باش تعرض على الطب الشرعي. ومن هنا بدات رحله البحث عند البوليس، شكون هي الضحيه، واش تعرضت للعنف الجسدي قبل ما تقتل، وشنو هي الطريقه اللي غتكون تقتلت بها، واش تعرضت للطعن ولا للخنق، اما الاحتمال الثالث واش غتكون تربطات وهي حيه ولوحوها في البحر او لا حتى قتلوها عاد لوحوها في البحر. واول حاجه غادي يديروها البوليس مشاو كيبحثوا في المحاضر اللي عندهم باش يشوفوا واش سبق لشي عائله بلغت على شي بنت اولا مثلا عطاوهم نفس المواصفات ديال الكسوه اللي كانت لابسه الضحيه، واخا ديك الكسوه كانت كامله مقطعه كانوا شي طروفه فيها باقين واضحين وباقين باينين مزيان. وفي حاله عائلتها ما تعرفوش على الكسوه اللي كانت لابسه بنتهم وشكوا فيهم البوليس، هنا غادي يدوزوا للتحاليل لا دي ان بطبيعه الحال باش يتاكدوا واش فعلا بنتهم ولا لا. البوليس غادي يشكوا في المحضر اللي كان دار الكوميسير سي محمد على الاختفاء ديال البنت ديالو، خصوصا منين المراه ديالو ذكرت في نفس المواصفات اللي لقاو على هاد الجثه باللي في داك النهار بالضبط بنتها خرجت بواحد الكسوه. ومن العلامات اللي عطاتهم هي البنت كان عندها واحد الضربه في رجليها وكانت باينه حيت ماشي بزاف باش دارت ليها الغراز. والغريب في الامر هي نفس الجرحى اللي لقاو الشرطه العلميه فاش داروا المعاينه المبدئيه على الضحيه، يعني نفس التفاصيل كانوا مطابقين على بنت هذا الكوميسير. البوليس من بعد ما استدعوا الكوميسير والزوجه ديالو عطاوهم ديك الكسوه باش يشوفوها ويتاكدوا واش هي ديال بنتهم او لا. الاب ابقى غير كيشوف حيت اصلا ما كانش كيرد البال الحوايج اللي كتلبس بنته، ولكن الام غير شافت الكسوه هزتها وبدات كتغوت وكتقول لهم ديال بنتي. ومن بعد ما هدنوها البوليس غادي يديوهم لمستودع الاموات وغادي يوريوهم ديك الضربه اللي كاينه في الرجل ديال البنت. هنا ولاو متاكدين 100% باللي الجثه كترجع لبنتهم. وبطبيعه الحال البوليس ما وراوهمش الجثه كامله، غطاوها وراهم غير ديك الضربه اللي كاينه في رجلها لان الجثه كانت مكرفصه بزاف وما يقدروش يوريوها ليهم. البوليس باش يزيدوا يتاكدوا ويقطعوا الشك باليقين غياخذوا عينه من الشعر ديال والديها
وغيطابقوه مع داك شويه ديال الشعر اللي كانوا لقاو في الجمجمه ديالها، وغيديوهم للمختبر باش يدار لهم التحاليل. ومن بعد واحد المده غتخرج النتيجه ايجابيه مطابقه بنسبه 99%. وفي الاخير غادي نتاكدوا البوليس باللي هاد الجثه كترجع لبنت الكوميسير لمده طويله وهما كيبحثوا عليها. البوليس بقاو كيتسناو يخرج تقرير الطب الشرعي باش يتاكدوا من سبب الوفاه، وفي نفس الوقت كانوا كيحاولوا يسولوا والديها وياخذوا منهم معلومات اكثر. قالوا ليهم قبل ما تختفي بنتكم واش كانت كتدور ليها في راسها الفكره ديال الحريق اولا الهجره السريه، ولا كانت كتقول لكم باللي باغا تخوي البلاد وتمشي تعيش في شي دوله اخرى. بطبيعه الحال كانوا البوليس كيحاولوا يجمعوا كاع المعلومات اللي تقدر تعاونهم في البحث على هذه القضيه، ولكن باها غيقول لهم بالعكس، البنت ما كانش عندها هذه الفكره نهائيا. قال لهم باللي هي اصلا كانت رافضه تمشي تستقر حتى في مدينه اخرى، بقى غير تحرق وتمشي لبلاد واحد اخر. بنتي كانت دايها غير في قرايتها. البوليس قالوا ليه واخا، واش بنتك كانت مخطوبه ولا عندها علاقه مع شي واحد؟ واش مؤخرا كانت كتبان لكم كتهضر في التليفون بزاف، ولا مثلا لاحظتوا باللي كتبقى منعزله غير بوحديتها؟ باها غادي ينفي كاع هادشي ويقول لهم بنتي ما كانت عندها علاقه حتى مع شي واحد وما كانش مخطوبه، وحتى لا كانت عندها شي علاقه مع شي واحد اكيد كانت غادا تجي تقولها لي ولا غتقولها لامها، حيت ما كانتش كتخبي علينا حتى شي حاجه، وحنا معوضينها هكا من كانت صغيره. اي حاجه عندها ولا اي حاجه وقعت ليها كتجي كتقولها لينا. غادي يسولوا الاب وغيقولوا ليه واش ما عندكش شي مشكل مع شي واحد، اولا عندك شي عداوه مع شي حد، اولا فايت مخاصم مع شي واحد؟ قال لهم الحمد لله ما عندي لا عداوه مع شي حد ولا مخاصم مع شي حد، لا انا ولا مراتي ولا ولادي. البوليس ولاو متاكدين باللي الضحيه تعرضت للجريمه من ابشع الجرائم اللي ممكن توقع، ولكن السؤال المطروح شكون غادي يكون قتلها بهذه الطريقه؟ واش زعما تكون البنت عندها علاقه مع شي شخص مجهول ويكون هو اللي دار فيها هذه الحاله هذه، ولا يكون شي حد من الاصدقاء ديالها؟ المهم من بعد ما دازت واحد المده كان خرج تقرير الطب الشرعي اللي غيأكد جميع الشكوك اللي كانت كدور البوليس في راسهم، واكد كاع الاحتمالات اللي فكروا فيها باللي الضحيه فعلا تعرضت لجريمه قتل. يعني ماشي ماتت غرقانه في البحر، والبنت تنفذت فيها الجريمه في بلاصه اخرى، عاد نقلت الجثه ديالها وطرمات في البحر، وقبل ما تموت تعرضت للتعذيب. كان مذكور باللي يديها بجوجهم كانوا متعرضين للكسر، اما الجزء العلوي اللي كان عباره على هيكل عظمي، هنا الطب الشرعي يوضح باللي الضحيه تنهج اللحم ديالها بسبب الحوت. اما المعلومه اللي كانت جديده وهي الجثه كانت مربوطه بشي حاجه ثقيله، يعني ممكن تكون حجره اولا شي حديده اللي ثقيله باش فاش يرميوها في البحر ما تعاودش تطلع الجثه ديالها الفوق. البوليس غير عرفوا هاد المعلومات وتاكدوا من جميع الشكوك ديالهم. هنا تحولت القضيه من قضيه اختفاء لجريمه قتل غامضه. ثاني خطوه غادي يديروها البوليس غينتقلوا يبحثوا مع المحيط اللي كانت عايشه فيه، وحتى مع الاصدقاء ديالها اللي كانوا كيقراو معاها يشوفوا شنو كيعرفوا عليها، ما ربما تفيدهم شي معلومه جديده اللي تخليهم ياخذوا منهج جديد في هذه القضيه. كانت اول وحده بداو معاها البحث هي واحد البنت سميتها فدوى، كانت هي اقرب صديقه لسناء، وكانت مره كتمشي لعندها حتى للدار ديالهم. سولوها البوليس وقالوا ليها شنو بالك في هذا الشيء اللي وقع لصاحبتك، واش كتشكي في شي واحد اللي يقدر يكون هو اللي دار فيها هاد الحاله هادي؟ واش كنتي عارفه باللي صاحبتك عندها علاقه مع شي واحد، ولا مثلا كتشوفيها كتمشي مع شي ولد، اولا كانت كتعاود ليك على مشاكلها الخاصه؟ المهم داكشي اللي كتعرفيه خاصك ضروري تقوليه لنا، لعل وعسى نوصلوا لهذا الجاني هذا. واخا داز اكثر من شهر ونص البنت كانت مصدومه وما عرفاش شنو وقع لصاحبتها وعلاش قتلوها وشكون اللي يقدر يقتلها بهذه الوحشيه. عاد تقول لهم سناء كانت واحد البنت اللي ظريفه بزاف ودرويشه، وما عمرها دارت شي مشكل هنايا في الجامعه، وما عمرنا شفناها واقفه مع شي واحد، يعني كانت داخله سوق راسها ومقابله غير القرايه ديالها. ولكن واحد شويه فدوى غادي تقول لهم واحد المعلومه جديده، غتقول لهم باللي سناء كان ديما كيتبعها واحد الولد وكيبقى يبسل عليها، وشحال من مره كتعاود ليا عليه، كتقول لي راه دائما كيبقى تابعني كيوصلني حتى الباب ديال الدار، وهذا الشيء اللي كانت كتعاود ليا وما عندي حتى شي معلومه اخرى. البوليس واخا جاتهم هذه المعلومه بسيطه، ولكن في نفس الوقت لقاوها مهمه، حيت شكوا باللي الضحيه
منين يعني ما بغاتش تمشي مع هاد الولد الو ما بغاتش تدخل معاه في شي علاقه، هو اللي يقدر يكون انتقم منها وقتلها. من بعد ما خداو البوليس هاد المعلومات والمواصفات ديال هذا الدري، مباشره خرجوا يقلبوا عليه، ومن بعد واحد المده قصيره قدروا يوصلوا ليه، واللي كان كيقرا معاها في نفس الجامعه. في الاول قالوا ليه حنايا غادي نديوك غير باش ناخذ الاقوال ديالك بحالك بحال كاع الاصدقاء ديالك، زعما كاجراء روتيني، ومن بعد غيطلقوه يمشي بحاله. هاد الولد كان سميتو سفيان. سولوه البوليس واش كتعرف فلانه، غيقول لهم شخصيا ما كنعرفهاش، غير كنشوفها مره في الجامعه. رجع سولو الضابط واش عارف شنو وقع ليها، قال لهم ايه سمعت بلي تعرضت لجريمه قتل. وهنا غادي يبداو يستفزوه وغيقولوا ليه علاش ما تكونش انت اللي قتلتيها، من بعد ما بقيتي كتدور عليها باش تدخل معاك في شي علاقه، ولكن فاش شفتيها رفضاتك وما بغاتش، قلتي اجي نخطفها ونديها نتكرفس عليها وديك الساعات نقتلها. سفيان من سمع هاد الهضره تخلع بزاف، بقى كيقول مع دماغو كيفاش انا جابوني غير باش يبحثوا معايا حتى غنصدق انا متهم في هاد القضيه هادي. هنايا غيقول لهم انا فعلا كنت كنتبعها، ولكن ما عمري فكرت نقتلها او ندير ليها شي حاجه، وما عندي حتى يد في هاد القضيه هادي. وفاش شفتها ما بغاش تهضر معايا عطيتها اتساع. وبقى كيأكد البوليس بلي هو ما يقدرش يرتكب هاد الجريمه، واصلا ما عمرو كان عنده شي مشكل مع هاد البنت. في الاول البوليس بقاو شاكين فيه، ولكن منين سولوا عائلته وتابعوا البرنامج اليومي ديالو، في الاخر ما لقاو ضده حتى شي دليل اللي يخليهم يبقاو شادينه. غدا يطلقوه يمشي في حالاته. ومن بعد واحد البحث طويل ومعمق، البوليس ما غادي يوصلوا حتى لشي نتيجه. كاع الناس اللي سولوهم ما فادوهم حتى بشي معلومه اللي تخليهم يوصلوا للحقيقه ويفكوا لغز هاد الجريمه، وما لقاو حتى شي راس الخيط اللي تبعوه يوصلهم للجاني او للجنات اللي نفذوا هاد الجريمه في حق هاد البنت هادي. هنا السؤال اللي كان محير البوليس، كانوا هاد الناس كاملين ما عارفين حتى حاجه على الضحيه وما عندهم حتى علاقه بهاد الجريمه، اذا شكون غيكون قتل هاد البنت بهاد الطريقه المتوحشه؟ وزعما تقدر تكون هذه جريمه عندها علاقه بتصفيه حسابات، ولكن اللي زاد حمقهم هو البنت ما كانوش عندها اعداء، اذا شكون من مصلحته يقتلها؟ واش شي واحد كان حاقد على باها لمده سنين طويله وانتقم منه بهذه الطريقه، ولا مثلا شي واحد فايت هدو وهو اللي يكون السبب في هذا الشيء كامل؟ حيت بالحكم الخدمه ديال باها يقدر يكون شي واحد حقد عليه وباش ينتقم منه عذب ليه البنت ديالو بهذه الطريقه وخلاه يعاني على قبلها. وفي الاخر كيبقى كل شيء ممكن يوقع، خصوصا الطب الشرعي ذكر باللي البنت قبل ما توفى تعرضت للتعذيب كبير، يعني الجاني او الجنات كانوا باينين حاقدين سواء على الضحيه ولا على شي حد عنده قرابه معاها. لحد الساعه هذا هو الدافع اللي كان منطقي بالنسبه للبوليس. وهنا فين غيدوزوا الخطه الثالثه، اش غيديروا؟ مباشره غيتوجهوا للخبره التقنيه على الرقم ديال الضحيه باش يشوفوا شكون اتصل بها في نهار الاختفاء ديالها. نسقوا البوليس مع شركه الاتصالات باش تعطيهم كاع المكالمات اللي دارت سناء في الايام الاخيره قبل ما تختفي، ويعطيوهم حتى الموقع الجغرافي ديالها، يعني فين مشات ومنين دازت. ولكن حتى هاد التقرير ما غادي يفيدهم حتى شي نتيجه، حيت غيلقاو الاغلبيه ديال المكالمات اللي لقاوها كانوا غير ديال الام ديالها والاب ديالها والخوت ديالها، ولقاو باللي اخر منطقه كان التليفون ديالها شاعل فيها وهي المحطه ديال الطوبيس، يعني احتمال كبير يكون طفى تليفونها في ديك المحطه. هذا الشيء بالضبط هو اللي خلاهم يشكوا باللي تقدر تكون البنت تخطفات في ديك المنطقه. البوليس منين بقاو كيجمعوا الاحداث والتفاصيل ديال هذه القضيه، في الاخر غيوصلوا لتفسير لهذه الجريمه، وهو غالبا الدافع ديال الجريمه غيكون من موراء تصفيه حسابات، وبحال والو هذا الشخص اللي قتلها يكون عنده مشاكل مع الاب ديالها بحكم المنصب ديالو. المهم رجعوا مره اخرى استدعوا الاب ديال الضحيه باش يطرحوا عليه شي اسئله عندها علاقه بالسنين اللي دوز في الخدمه ديالو. المهم السيد غير توصل بالاستدعاء مباشره توجه للمركز ديال الشرطه، وهنا فين غادي يطلبوا منه البوليس باش يتعاون معاهم
وحاول يتفكر ليهم اي تهديد تعرض ليه في ديك الوقيته اللي كان خدام فيها، اولا شي مشكل كبير فايت وقع ليه مع شي واحد. هنايا غيقول لهم السي محمد باللي في ديك المده اللي كان خدام فيها فعلا تعرض لبزاف ديال التهديدات من الناس اللي كان اعتقلهم وحقق معاهم، ولكن غيقول لهم باللي هاد الشيء راه عادي وممكن يتعرض ليه اي رجل سلطه، يعني ما يمكنش يعمر راسو بهاد الشيء، حيت الا جاو الناس يديو على هادوك اللي كيهددوهم راه حتى شي واحد ما غيدير الخدمه ديالو. واخا هكاك البوليس بقاو مصرين عليه باش يتفكر ليهم اي شخص اولا الاشخاص اللي هددوه وبقى عاقل عليهم. ومن بعد مده هنايا السي محمد غادي يتفكر واحد الحادثه كانت وقعت معاه شحال هادي. غيقول لهم باللي قبل ما يخرج التقاعد كان اعتقل واحد بارون ديال المخدرات، كان فايت ليه عنده سوابق ومتبوع بزاف ديال التهم، منها البيع والشراء في الاقراص المهلوسه وبيع جميع انواع المخدرات، وعاد عنده سوابق في الضرب والجرح وحتى الاغتصاب. غيقول لهم وفي ديك اللحظه اللي كانت تعتقل فيها هاد الشخص كان كيهدو وقال ليه بهاد الطريقه اللي عقل عليها مزيان سي محمد، كون متاكد شحال ما داز الوقت غادي ننتقم منك. ولكن غيقول لهم باللي هو في ديك الوقت ما داهاش في الهضره ديالو. ومن بعد ما دازت واحد المده طويله على هاد التهديد هذا، واحد النهار السي محمد كان خارج من الدار ديالو حتى غادي يتفاجئ بهاد الشخص واقف بالطوموبيل ديالو اونفاس مع الباب ديال السي محمد ودار فيه واحد التخنزيره وزاد في حالته بالطوموبيل. واش ديك الشوفه كانت تهديد ليه ولا السيد كان غير دايز من ديك الطريق وجات الصدفه قدام الدار ديال الكوميسير؟ هادشي اللي غيتاكدوا منه البوليس. المهم البوليس غير وصلوا لهاد المعلومه بداو كيحسوا باللي قربوا يفكوا لغز هاد القضيه هادي. ديك الساعه مشاو مع السي محمد المقر ديال الخدمه ديالو باش يقلبوا في الارشيف على السميه ديال هاد الشخص هذا والعنوان ديالو. ومنين توصلوا بجميع المعلومات عليه مباشره صدرات في حقه مذكره بحث باش يتم الاعتقال ديالو في اقرب وقت. تقريبا بقى البحث مستمر على هذا الشخص لمده ديال 5 شهور حتى لواحد النهار فين قدروا البوليس يعتقلوه في مدينه بركان وهو هز معاه كميه كبيره من الاقراص المهلوسه. ديك الساعات اعتقلوه وسلموه للامن ديال مدينه كازا باش يتكلفوا يكملوا معاه الاجراءات اللازمه. ومنين وجهوا ليه البوليس تهمه القتل ديال بنت الكوميسير في الاول بدا كينكر وقال لهم انا ما عندي حتى علاقه بهذه القضيه نهائيا، ولكن منين زيروا معاه وضغطوا عليه مزيان في الاخر قرر يعترف ليهم باللي هو اللي نفذ هذه الجريمه. وفي الاعترافات ديالو كيقول باللي هذا الكوميسير ضيع عليه سنين طويله من عمره، وبالخصوص فاش ماتت الام ديالو وما حضرش حتى الجنازه ديالها، وهذا الشيء اللي خلى داك الكره والحقد يزيد نهار على نهار. ومن خرج من الحبس قرر باش ينتقم منه ويقتل ليه بنته. قال لهم بديت كنراقب الدار ديالو وعرفت كاع العائله ديالو، وهنا عرفت بنته كتقرا في الجامعه وعرفت الوقيته اللي كتخرج فيها في الصباح وعرفت حتى الطريق اللي كدوز منها حتى لذاك النهار اللي قررت ننتقم. في الصباح كانت واقفه حدا البلاكه ديال الطوبيس وانا وقفت بعيد منها شويه بالطوموبيل وبقيت كحاضيها من البعيد، وشويه دورت الطوموبيل وجيت حداها وهبطت من الطوموبيل وقلت ليها واش ماشي نتيا بنت سي محمد بنت الكوميسير ديالنا؟ البنت على نيتها قالت لي ايه انا هي. غادي يجاوبها ويقول ليها رباك كان خدام معايا عشرة طويله انا وياه وهو احسن صديق عندي، الله يعمرها دار داك السيد. هو يقول ليها وسلمي عليه بزاف، قول له سلم عليك عبد الكريم. ودار راسو غادي للطوموبيل وشويه هو يرجع لعندها. قال لها ياك ما تعطل عليك الطوبيس في غاده؟ قلت له انا غادا للجامعه ولكن راه الطوبيس غادي يجي. قال لها يلاه نوصل. قالت له لا. قال لها يا ودي يلاه نوصلك ما تحشميش، راني بحال الوالد ديالك، اعتبريني بحال باباك. هنايا سناء مسكينه تاقت به على نيتها وركبت معاه على اساس السيد راه الصديق ديال الوالد ديالها وكان خدام معاه. المهم غير هي طلعت وهو سد البيبان ومشى نيشان للفيرما ديالو اللي كانت خارجه على المدينه. البنت شافت راسها خرجت على المدينه بقات كتقول له في غادي بيا، ما بغاش يجاوبها، بدات كتغوت وهو يجبد واحد الموس. قال لي غتسكتي ولا غادي نصفيها لك دابا.
خشات يديها في الصاك وجبدت التليفون ديالها وهو يقلعوا ليها. بقات مسكينه كتبكي وكتقول له عافاك في غادي بيا، عافاك رجعني. ما بغاش يهضر. المهم من وصلها للفيرما غيقول ليهم مارست عليها ابشع انواع التعذيب حتى البنت توفات ليا في يدي. وباش يتخلص من الجثه خلى حتى الفجر، هزها هو وولدو، دارها في الطوموبيل وداوها نيشان للبحر، وبالضبط في الجهه ديال الصخر، وربطوا ليها رجليها مع واحد الحجره ثقيله ومباشره لاحوها في البحر. كانت هذه هي الاعترافات ديال هذا المجرم هذا. من بعد ما خداو منه الاعترافات ديالو مشاو البوليس كيقلبوا حتى على ولده. تقريبا بقاو مده طويله عاد قدروا يعتقلوه. المهم قدموهم المحاكمه بجوجهم، تحكم على الاب بالمؤبد والابن ب30 سنه ديال السجن.